لو غاوي العاب او تعرف حد بيضيع اغلب وقته في الجيمز فالفيديو ده ليه. يوم الاحد 1 فبراير مجلس شيوخ قرر ان هو يحجب لعبه روبلوكس من مصر، وقال ان السبب حمايه اطفالنا من مخاطرها. بس السؤال هنا، ايه المخاطر اللي ممكن تتسبب فيها لعبه وتخليها تستاهل الحظر؟ وعشان نفهم الاجابه لازم الاول نفهم ليه الالعاب اصلا بتاثر فينا بالقوه دي. الانغماس يا صديقي. الالعاب زيها زي السينما او المسرح، هي وسط فني بيتحكي من خلاله حكايه. الفرق الوحيد انك مش مجرد متفرج، انت جزء من الحكايه. الانغماس ده بيخليك تعيش جوه التجربه مش بس تتفرج عليها. في العاب بتطرح افكار فلسفيه عميقه، افكار لو اتشرحت لك نظري مش هتقدر تستوعبها زي ما هتستوعبها وانت جزء من اللعبه. في العاب بتديك حريه اختيار الشخصيه والقصه والاحداث، والحريه دي زي ما انت عارف احنا بنفتقدها جدا في حياتنا الشخصيه. الالعاب بتكون مساحه خاصه جدا انت فيها اللي متحكم في كل حاجه. تقدر تبقى فارس من العصور الوسطى بيدافع عن مملكته، او ساموراي ياباني بيصد غزو المغول، او حتى اساسا بيحمي حريه الاراده البشريه. في حياتنا العاديه النجاح بياخد وقت طويل، واحد ممكن يفضل يذاكر ويتعلم سنين وما يشوفش نتيجه ملموسه. لكن في الالعاب لو عديت مرحله صعبه اللعبه فورا بتديك نجوم والقاب وتقول لك انت بطل، شخصيات عماله تسقف لك. تفتكر بعد الشعور ده مش هتقع في غرام الالعاب؟ الالعاب بتشبع رغبتنا في الانجاز بسرعه وبسهوله، وده بالظبط اللي بيخلينا نرجع لها مره ورا مره. من ناحيه عمليه فالالعاب فعلا بتحسن مهاراتنا بشكل واقعي وحقيقي، بتخلي رد فعلك اسرع، بتقوي تنسيق حركاتك، وبتزود قدرتك على اتخاذ قرارات سريعه. دراسات من جامعه جنيف وجامعه روتشستر اثبتت ان اللاعبين عندهم قدرات بصريه افضل من غير اللاعبين. وفي دراسه للدكتور جيمس روزر لقوا ان الجراحين اللي بيلعبوا العاب فيديو بانتظام بيرتكبوا اخطاء اقل بنسبه 37% في العمليه، وبيخلصوا العمليات اسرع بنسبه 27%. يعني لو لا قدر الله احتجت تعمل عمليه ولقيت الدكتور اللي هيعمل لك العمليه بيلعب ببجي فاطمن. لكن زي اي اداه قويه لما تقع في ايدين الشخص الغلط بتتحول لسلاح. وللاسف في شركات مش شاغله نفسها غير انها ازاي تكسب فلوس حتى لو على حساب اطفالنا. منصه زي روبلوكس اللي مجلس الشيوخ حذرها هي مش مجرد لعبه، ده نظام اقتصادي كامل قيمته فوق ال 17 مليار دولار، وقايم بالكامل على مجهود عيال صغيره ومراهقين. روبلوكس بتعتمد ان اغلب مستخدميها من الاطفال، وان هم اللي بيصمموا الالعاب وبيبرمجوها، والاطفال دي بتبذل مجهود جبار في التصميم والبرمجه. وهنا النصب، تخيل ان الطفل لما يجي يشتري 100 روبوكس جوه اللعبه بيدفع 1 دولار، ولما بيجي يستبدلها بفلوس حقيقيه بياخد 35 سنت. يعني لو الطفل كسب 100 دولار من تعبه هيوصلوا 10 دولار بس. الموضوع ده شبه موضوع قديم زمان كان اسمه الكومباني سكريبت. زمان شركات التعدين كانت بتدي العمال عمله خاصه ما يقدروش يصرفوها غير في محلات الشركه نفسها. عبوديه حديثه بس رقميه. المصيبه الاكبر يا صديقي هي التنمر الطبقي داخل اللعبه. الطفل لو ما عندوش سكنز غاليه، يعني لو انت مش عارف ايه دي سكنز فهي ملابس وكوزماتكس داخل اللعبه، زمايله بيسموه بيكون هير او نوب، دي حاجه كده تريقه جوه اللعبه، او يعتبر لقب للسخريه من السكن المجاني بتاع اللعبه الاساسيه. الطفل جوه اللعبه بيحس ان هو فقير ومنبوذ وسط اصحابه، وهنا بيفتحوا اخطر ثغره بالنسبه للطفل وهي الاحتياج. لما الطفل بيحس بالنبذ والاحتياج بيبقى صيد سهل لاي حد جوه اللعبه. حد يقول له تعالى اشحن لك روبوكس ببلاش بس ابعت لي صوره لبيتكو او بيانات الكريدت كارد بتاعت بابا، او حتى يخليه يثبت برامج خبيثه على اجهزه البيت. الموضوع مش هواجس. تقارير من البلومبرج والجارديان وثقت شبكات استدراج اطفال بنفس الطريقه، والناس دي عاشت كوابيس حقيقيه. في سؤال مهم هنا محتاجين نساله، ليه الطفل ما بيحاولش انه يخرج من اللعبه دي؟ للاسف ده لان في هندسه نفسيه مدروسه جوه اللوجيك بتاع اللعبه دي. العاب زي روبلوكس بتستخدم نموذج اسمه هوك موديل. النموذج ده بيلعب على عدم اليقين، الطفل ما بيبقاش عارف ايه اللي جاي، مكافآت عشوائيه، مره تكسب كتير مره تكسب قليل، انتصارات وهميه تحسسك ان انت قربت توصل بس انت مش بتوصل، والنتيجه ادمان. في لعبه جوه روبلوكس اسمها جرو جاردن، دي عدت لعبه فورتنايت بجلاله قدرها في عدد اللاعبين الاونلاين باستخدام التكنيك ده بالظبط، مع انها لعبه ممله. الاخطر بقى من كل ده، مؤسس المنصه ريفيد بازوكي صرح بوضوح ان هو بيفكر يسمح بالعريه جوه اللعبه طالما ده بيحاكي الواقع، وده اللي شجع على ظهور غرف سريه اسمها الكوندوز. واللي ما يعرفش ايه الكوندوز دي فهي اماكن بيصممها المستخدمين وبتقدم نشاط جنسي
بشكل صريح، والضحيه طفل كان فاكر ان هو داخل يلعب، فلقى نفسه في مكان لا يناسب سنه ولا يناسب اخلاقه. لكن عشان نكون منصفين، مش كل حاجه في الالعاب سوداء. الالعاب بقت فعليا عالم موازي للتواصل البشري. تقرير من الجمعيه الامريكيه لعلم النفس 2025 قال ان 72% من المراهقين بيلعبوا اونلاين عشان يوطدوا علاقاتهم مع اصدقائهم. ادوات زي ديسكورد خلت الواحد قادر يبقى لوحده وفي نفس الوقت مش لوحده. تقدر تبقى في مصر وصاحبك في المغرب وتقعدوا تحكوا مع بعض وكانكم قاعدين في نفس الاوضه. لكن خلي بالك، الالعاب ممكن تكون سبب في قطع العلاقات الاسريه. لما الاهل ينسوا ان ابنهم محتاج تقدير واهتمام في البيت، الطفل بيدور على الاهتمام ده فبيلاقيه جوه اللعبه، ممكن يلاقيه للاسف مع اشخاص مش كويسين. وعشان نكون صادقين برضو، ففي 2018 منظمه الصحه العالميه WHO أضافت رسميا اضطراب الألعاب ضمن التصنيف الدولي للأمراض. إدمان الألعاب بقى مرض معترف به، والتعرض المكثف للألعاب العنيفة بيرتبط بزيادة السلوكيات العدوانية وتقليل التعاطف مع الآخرين. وشفنا مآسي حقيقية. دانيال باتري في 2007 قتل والدته رميا بالرصاص، وده لأنها صدرت منه لعبة هيلو 3. في برضه قصة تانية محزنة فيها زوجين كوريين اهتموا بطفلة افتراضية جوه لعبة وسابوا طفلتهم الحقيقية لحد ما ماتت من جوع. لكن برضه خليني اقول لك ان زي ما في مآسي في معجزات. كان في طفل نرويجي هو واخته في الغابه، هجم عليهم حيوان موز ضخم، فاستخدم مهارتين هو اتعلمهم من لعبه وورلد اوف وور كرافت. اول مهاره هي مهاره الاستفزاز او الطنط، وفكره المهاره دي ان هو يستفز الموز علشان يهجم عليه هو ويدي فرصه لاخته انها تهرب. تاني مهاره استخدمها وهي مهاره الفيك ديس، والغرض من المهاره دي ان الموز لما يقرب منه ويلاقيه ميت يسيبه ويمشي. وفي قصة تانية ملهمة فيها طفلة كانت في تكساس بتلعب مع طفل موجود في بريطانيا. الولد جاله حالة صرع، فالبنت اتصرفت بسرعة وشافت رقم الإسعاف في الولاية اللي هو فيها وكلمتهم عشان يلحقوه بسرعة، وفعلا قدروا يلحقوه وهو كان في أوضة لوحده منعزل عن أهله، وكان لا قدر الله ممكن يموت عادي جدا من غير ما يعرفه. وفي قصة تانية كان في طفل عنده 11 سنة وكان مع جده خارجين بالعربية، وجده فجأة فقد الوعي. الولد عمل ايه؟ الولد مسك الدريكسيون واستخدم مهارته في لعبه GTA، وقدر ان هو يسيطر على العربيه ويوقفها وينقذ جده وينقذ نفسه. وعشان تعرف ان الموضوع اكبر من تضييع وقت، في يناير 2026 طور من شركه يوبي سوفت نشر الرساله دي هزت العالم كله. مريض سرطان كان نفسه يلعب لعبه GTA 6 قبل ما يموت، وشركه روك ستار استجابت ورتبت له تجربه خاصه وحصريه قبل اطلاق اللعبه بفتره قصيره، والمطور حذف المنشور بعدها بسبب اتفاقات سريه بعدم الافصاح. لكن الرساله وصلت. الالعاب ممكن تكون اخر امنيه تسعد انسان في ايامه الاخيره. دلوقتي بقى السؤال الاهم، ازاي نحمي نفسنا واطفالنا من الادمان ونستفيد بالايجابيات؟ اول حاجه بالنسبه للاباء والامهات، الرقابه. لازم رقابتنا تكون رقابه ذكيه مش حظر اعمى. ما ينفعش نمنع الالعاب تماما، لان كده كده الطفل هيلعب في السر. اتفرج على اللعبه مع ابنك او بنتك، اسالهم عنها وافهمها. استخدم ادوات البيرنت كنترول او الرقابه الابويه اللي موجوده في كل المنصات. حدد الوقت مع طفلك بطريقه ذكيه، ساعه او ساعتين يوميا بالكتير، بس الاهم مواعيد ثابته. ما تخليش اللعب يبقى قبل النوم مباشره، على الاقل بساعتين. العب مع اولادك، شاركهم. اقوى حمايه ليهم هي انك تكون جزء من العالم بتاعهم. جرب تلعب معاهم لعبة تعاونية، يمكن الموضوع يعجبك، على الأقل هتفهم تفكيرهم وهيحسوا إنك قريب منهم. اسأل الأسئلة الصح، مش لعبت كام ساعة النهاردة، لكن إيه أقل حاجة حصلت لك في اللعبة النهاردة؟ هل قابلت ناس جداد؟ هل الناس دي كانوا كويسين؟ حد قال لك حاجة غريبة أو ضايقتك؟ أما بقى بالنسبة للاعبين نفسهم، فهنستخدم تقنية 20-20-20. كل 20 دقيقة بص الحاجة على بعد 20 قدم، يعني 6 متر تقريبا، لمدة 20 ثانية. ده بيحمي عينيك من الإجهاد. تاني حاجة، اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا بلعب اللعبة عشان مستمتع ولا عشان بهرب من حاجة تانية؟ لو الإجابة التانية يبقى أنت محتاج تتكلم مع حد. تالت حاجة، خليك واعي لعلامات الإدمان. بتكذب علشان تلعب أكتر؟ بتسيب واجباتك أو شغلك عشان تلعب؟ مش قادر تبطل حتى لو عايز؟ بتفقد أعصابك بسهولة لو حد قطعك؟ لو أيوة، اطلب مساعدة عشان ده مش عيب. في النهاية الألعاب مش شر أو خير، الألعاب هي أداة. في طفل قتل بسبب لعبة، وفي طفل أنقذ حياة بسبب لعبة. في مريض سرطان كانت أمنيته الأخيرة إنه يلعب GTA 6، وفي أم وأب نسيوا بنتهم لحد ما ماتت بسبب لعبة. الفرق هنا مش في الألعاب نفسها، الفرق الحقيقي في الوعي وفي الرقابة وفي التوازن. روبلوكس اتحجبت بسبب مخاوف حقيقية، بسبب المحتوى الغير مناسب، التحرش، استنزاف فلوس الأطفال. والمخاوف دي حقيقية ومش من فراغ، لكن الحجب الكامل عمره ما كان حل المشكلة، لأن الأطفال كده كده هيلاقوا حلول تانية عشان يقدروا يلعبوا اللعبة، زي ال VPN مثلا. الألعاب ممكن تكون مساحة حقيقية للتعلم والتواصل والشفاء النفسي، لكن لو من غير حدود هتتحول لسجن. روبلوكس، GTA، فورتنايت مش هي العدو،
العدو الحقيقي هو الجهل بتأثيرها وغياب دور الأهالي. خلينا نتعلم نستخدم الأداة دي صح، نحمي أطفالنا بجد مش بالحجب لكن بالفهم والحوار والمتابعة. دلوقتي عايزك تعمل حاجة، لو انت ولي أمر اسأل ابنك أو بنتك انت بتلعب ايه واطلب منهم يفرجوك ويشاركوك، وتعالى قول لنا في الكومنتات كان رد فعلهم ايه. لو الفيديو فادك او غير نظرتك للموضوع اعمل لايك عشان يوصل لناس اكتر، واشترك في القناه عشان المحتوى ده يفضل مستمر، وشير الفيديو مع اي اب او ام عندهم اطفال بيلعبوا، لان الوعي احيانا بينقذ ارواح. شكرا انك وصلت لنهايه الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي.